جتني طلبات كثيرة اني اغطي مجمعات اليابان ومولات اليابان والسوق في اليابان بشكل عام، فاليوم ان شاء الله راح نغطي لكم بعض المحلات في هذا المجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير وصحة وسلامة. بس اليوم يوم مختلف، راح يكون فلوج مع بنوح وخصوص ترى من زمان احنا مو طالعين مع بعض، والسبة اني انا مضغوطة بالتصوير وبنوح مضغوط بالدوام، فالموضوع شوي صاير يعني صعب ان نطلع ويعني نستانس. So today what we did is we went to the what's it called, the Ministry of Foreign Affairs. رحنا حق شؤون الهجرة، هذا مش يسمونه؟ immigration. اي مال شؤون الهجرة، ما شفنا عشان اسوي اجدد اقامتي، لان ما شاء الله ما شاء الله شلون الاوقات او سوري شلون الايام طارت بسرعة. صار لي سنة، صار لي اكثر من سنة هني، ما حسيت بالوقت. ف يعني نجدد الفيزا مالتي او الاقامة مالتي، يعني جددناها. كنا حابين يعني كنا متمنين ان يعطونا سنة، سوري 3 سنين، بس عطاني سنة بس للأسف. باختصار احنا نعتبر ان احنا مسافرين سفر صغيرون كذي من طوكيو، ما يعتبر سفر يعني منطقة من طوكيو بس محافظة ثانية، احنا رحنا محافظة ثانية. لأن المحافظة اللي أنا مسجلة عليها هي محافظة بيت أهل ريلي اللي هي محافظة سايتاما. يعني بطاقتنا سكننا على سايتاما، بس احنا أصلا ساكنين في طوكيو أنا ويا بنوح. فعقب ما خلصنا استلمنا الحين البطاقة وكل شيء، وخلصنا من اللي هو المينستري لا immigration يا الهجرة، شؤون الهجرة. الحين قلنا بنروح حق مول، واللي راح يصير طبعا بنوح قال لي هو بياخذ نوح بوديه الألعاب، بيعطيني أنا كذي سبيس عشان أروح أسوي شوبينج. day my shopping day today. حد مستانسة من زمان ما سويت شوبينج صدق يعني. أصلا هو اللي قال لي روان أنت من زمان ما رحت السوق، روان لازم تروحين السوق ما يصير. أنا شوي من النوع اللي مو وايد أروح السوق. الحين وصلنا المول. هذا المجمع اسمه كوكون سيتي، موجود في محافظة سايتاما، وموجود يم المحطة، يعني سهل تقدرون تطلعون من المحطة على طول انتم بالمجمع. المجمع وايد حلو وكبير، وهذا المجمع منقسم لكذا قسم، كوكون 1 كوكون 2 كوكون 3، يعني مثل الفيزز نفس فكرة الافنيوز عندنا. وبالمناسبة محافظة سايتاما تحتوي على أكبر مجمع باليابان، مو هذا المجمع ولكن المجمع قريب منه، بس احنا اخترنا هذا المجمع بالتحديد عشان نوح، لأن في مكان حق ألعاب، فقلنا بناخذ نوح الألعاب وكذا عشان يستانس. جتني طلبات كثيرة إني أغطي مجمعات اليابان ومولات اليابان والسوق في اليابان بشكل عام، فاليوم إن شاء الله راح نغطي لكم بعض المحلات في هذا المجمع. طبعا الحين الستايل الطاغي والغالب في محلات اليابان هو الستايل الخريفي، وطبعا بدا عندنا موسم الخريف صار له فتره، ان شاء الله راح اشوف شنو اسوي شنو اشتري، لان ما عندي وايد ملابس شتويه كلهم دزيتهم بيت خالتي. بس اول شيء اللي راح نسويه هو ان راح نتغدى لان حدنا يوعى. تعرف شنو لقيت؟ جمب ستور. احنا الحين بالدور الثالث من كوكون 2، وهذا الدور الثالث يعني اغلب المحلات المنتشره محلات اطفال، كلها محلات يعني ملابس اطفال والعاب وكذي، فالمكان اللي بنوديه نوح اللي فيه الالعاب هو بالدور هذا. بس الحين اول شيء بنسوي انه بنروح نودي نوح عشان نبدل حفاظته. في تبديل الاطفال في اليابان عجيبين. هني غرفه الرضاعه، هني ماي حار، في ميكروويف عشان تسخنون الاكل، ساعات يحطون فندنج ماشين فيها اكل، بس هني حاطين فندنج ماشين يبيعون فيها وايبس حق الاطفال وحفاضات. شوفوا
أحلى شيء هذا الجهاز عجيب. إذا خلصتوا من الحفاضة تحطونها هني بروحه يشيس الحفاضة. تخيلوا شي يسحبها، فأنا راح أصدق مع هذه تسحب الحفاضة وتشيسها. بس طبعا مو متوفر يعني بكل الأماكن، متوفر ببعض المجمعات، بس أغلب المجمعات في اليابان الغرفة تكون كذي مجهزة بطريقة تينن، والطاولة تكون كذي يعني اسفنج لينة ونضاف، حيل نضاف، وفي كذي عشان تمسكون البيبي. وايد حلوين. طبعا هذه غرف الرضاعة، شوفوا غرف الرضاعة تصير تهبل تهبل. عن هذه غرف الرضاعة يعني وايد يشجعون على الرضاعة الطبيعية. في أغلب المجمعات لازم فيها غرف رضاعة طبيعية، كلها كذي مرتبين ونظاف وحلوين. هني حاطين حمامات تكرمون مخصصة حق الأطفال أعمار التودلرز، فكل شيء قصير. طبعا حمامات صار صغار، أبوي كيوت، كل شيء صغير لك حرفيا. المغسلة توصل لركبي، تخيلوا. باي باي. So I take only this table. Only this. Only this. Take only this. باي باي. ودعت نوحي وبنوحي حتسوق. ياي. يوفرون هذه الأشياء عشان لما تبون تلبسون الملابس تحطون هذا على وجهكم، تلبسون مثل الغطاء. تمام، أنا خليت اثنين، تلبسون هذا مثل الغطاء عشان لما تبدلون ما توسخون الملابس بالمكياج. صراحة اختراع عجيب، يعني معنا شيء بسيط بس وايد أحس مفيد بالمحلات. يا ما تشتري قطعة تكون آخر قطعة وتكون مدمرة بالمكياج، فحرام. فهذيلي عجيبين. الحين راح أوريكم شلون. شاطر نوني. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes.